السلام عليكم. عندي استفسار حول مشكلة بتواجهني في الشغل. أنا عندي 45 عام وعملت الكارير شيفت منذ عام تقريبا من التدريس إلى ال HR. مديري المباشر شاب مجتهد أصغر مني ب10 سنوات. علاقتي به ليست على ما يرام. منذ أول يوم عن نفسي بجتهد في العمل بأقصى ما استطيع وبشتغل على نفسي وبطور من نفسي والحمد لله. هو أكيد ليه أسبابه في عدم تقبلي لوجودي في المكان، وله كامل الحرية في ذلك، لكن المشكلة في الاحتكاك المباشر بيننا. غالبا بيعلي نبرة صوته عليا أكتر من العادي، وبيناديني باسمي كباقي إخواتي وأولادي الشباب الصغير اللي موجودين في المكتب. فهل مشكلتي إني حساس بزيادة نتيجة فرق السن بينا، وإني تعودت إن الناس بتناديني أستاذ أو مستر فلان؟ وهل الأفضل أن أطنش وأتجاوز، ولا السبب، ولا أسيب الشركة؟ أنا والله اجتهدت في العمل بزيادة سواء في الوقت أو في المجهود، ومفيش تغيير. حاولت أتعامل معه بلين وود خارج العمل ومنفعش برضو. أعمل إيه؟ تنصحوني بإيه؟ ما الحل التعامل الأمثل في هذا الموقف؟ تعالوا نشوف. ممكن ألخص الموضوع في 3 نقاط بس. أول حاجة، حضرتك لازم تفصل بين الاحترام واللقب اللي حضرتك عايز يتقال لحضرتك. يعني حضرتك طالما هو بيقول اسم حضرتك بكل أدب، تمام. يعني طالما في احترام وفي أدب لحضرتك، تمام. الموضوع مش ألقاب خالص، لأن حضرتك في بيئة مختلفة عن البيئة اللي كنت فيها. ده حاجة. تاني حاجة، نبرة الصوت مرفوضة تماما تماما وغير مهنية. حضرتك ممكن تاخد منه ميعاد في الشركة نفسها أو وقت عنده، اللي انت حضرتك تقول له حضرتك مفروض تكلمني بطريقة تواجهني بيها بشكل ألطف أو بأسلوب أحسن من كده، لأن في النهاية احنا كلنا بني آدمين، وحضرتك مش عايز مني غير شغلي، ولو أنا قصرت في حاجة حضرتك قسم من مرتبي. تالت نقطة ودي المهمة جدا، ان المدير الاصغر في السن وتحتيه ناس كبار هو بيخاف من كذا حاجة. الحاجة الاولى ان بيخاف ان لو احترم الموظف اللي تحت ايديه الاكبر منه، اللي هو ما يسمعش كلامه في توجيهاته. تاني حاجة، بيخاف ان الموظف الاكبر منه في السن ده حد عنده خبرة وحد اشطر بكتير وهيلقط الشغل بسرعة، ممكن في وقت قصير ياخد مكانه. فهو المديرين برضو بتخاف من الموظفين الأكبر منهم في السن في الحاجات دي. وفي النهاية ربنا يساعد حضرتك